طيب دلوقتي إحنا خلاص كوّنّا جهاز الكمبيوتر، أنا دلوقتي عايش أهوّة في مصر، وعندي جهاز الكمبيوتر بتاعي ده، تمام، وعليه البيانات والdata بتاعتي اللي هي مثلًا الفيفا والألعاب والصور والأفلام وما إلى ذلك. طيب بعد حوالي شهرين، 3، سنة، سنتين، أنا جِبت لابتوب. طيب أنا دلوقتي بقى عندي شوية data موجودة على جهاز الكمبيوتر ده اللي هو كان desktop الPC بتاعي دوّة، أنا عاوز أنقل الdata والبيانات ديّة وأحطها على اللابتوب الجديد بتاعي. ده كان أحد التحديات اللي موجودة، إزاي إن أنا أنقل data أو بيانات أو معلومات من جهاز كمبيوتر للابتوب أو جهاز كمبيوتر. قال لك طيب الموضوع ده كان بيتحل بحاجة بسيطة خالص عن طريق إن إحنا بنجيب switch أو الراوتر. زمان قبل كده الإنترنت من 20 سنة مثلًا كان اعتمادنا كله على الكابلات، ما كانش موجود الwireless منتشر زي دلوقتي، ما كانش كله معتمد على الWiFi، كان في cables. فكنا بنجيب السويتش دوّة ونوصّل بيه الكمبيوتر ونوصّل بيه اللابتوب، وبنقدر نعمل حاجة اسمها share عن طريق إن أنا في مثلًا partition كده أو مكان موجود هنا، أنا باخد الdata بتاعتي اللي أنا عاوزها واحطها في الجهاز دوّة، وبعد كده أفتح الجهاز ده وأقوم جاي واخد الdata ديّة من هنا copy وانزّلها عندي على الجهاز بتاعي. تمام، clear الpoint ديّة، دي point لطيفة خالص. طيب بعد كده في واحد صديقي جاري جه سكن جنبي وعنده برضه جهاز الكمبيوتر بتاعه وعنده داتا أنا محتاج إن أنا أشيّرها معاه، فالموضوع كان بسيط، فاضطريت أوصّل الجهاز بتاعه برضه على نفس الswitch دوّة، فكده يبقى إحنا ال3 عاملين شبكة كده صغيّرة، ويقدر يخش على الshare ويحط file وأنا آخد الfile دوّة من على الجهاز بتاعه وأنزّله عندي على الجهاز بتاعي. طيب شايفين بقى ال3 أجهزة الموجودين دول، خلّونا نفترض إن في حتّة تانية من العالم وليكن مثلًا في اليابان نفس القصة. واحد عنده جهاز كمبيوتر وبعد كده راح جاب لابتوب وبعد كده ابن عمه جاب جهاز كمبيوتر ولابتوب وال3 متوصّلين على switch واحد وبقى في مكان اسمه الshare أنا أقدر أحُط الdata على المكان دوّة وأقدر آخُدها من الكمبيوتر دوّة ونفس القصة ده يقدر يحُط data على المكان ده والكمبيوتر دوّة ياخُد الdata والبيانات دي. طيب دلوقتي بقى السؤال المهم، لو ال3 أجهزة اللي موجودين في مصر دول محتاجين يبعتوا ويبدّلوا بيانات من ال3 أجهزة اللي موجودين في اليابان دول، تفتكروا إيه الحل؟ طيب الحل ببساطة واختصار وده حل بديهي خالص، إن لازمًا الswitch اللي موجود هنا والكمبيوترات دي كلّها مشتركة عليه، يتربط بطريقةٍ ما مع الswitch اللي هنا والكمبيوترات كلّها مشتركة عليه. فالكلام ده بيحصل عن طريق الكابلات، حرفيًا كابلات بتتنقل ما بين الدول وما بين القارات، بس طبعًا مش من الجهاز دوّة للجهاز دوّة بشكل مباشر. كل 3 أجهزة زي دول موجودين هنا هيشتركوا معانا في جهاز أكبر شوية، وفي هنا في الصعيد في 6 أجهزة كمان هيشتركوا معانا في جهاز أكبر شوية، وكل جهاز كبير مع جهاز كبير يشتركوا في جهاز أكبر شوية، لحد ما نوصل لأول شركة اللي هي بتدخّل الإنترنت للبلد نفسها. ونفس القصة في اليابان كل 3 أجهزة اشتركوا مع كل 3 أجهزة، مع كل 3 أجهزة وكل جهاز كبير، وكل جهاز كبير، وكل جهاز كبير، عملوا مع بعض شبكة لحد ما وصّلوا لجهاز أكبر، وبالتالي الجهاز ده connected بالجهاز ده. فبقى بسهولة خالص، خالص إن أنا من الجهاز ده من خلال إني أوصل للنقطة بتاعتي، وبعد كده النقطة اللي بعدها، وبعد كده النقطة اللي بعدها، وبعد كده أوصل للجهاز دوّة لحد ما أشيّر الdata مع الجهاز اللي أنا عاوزه. اللي إحنا شايفينه قدّامنا ده، الملعبك ده، عارفين ده إيه؟ ده الإنترنت. اللي إحنا شايفينه قدّامنا ده، ده الإنترنت. مجموعة السويتشات مجموعة السويتشات والكابلات والراوترات الأكبر وحاجة اسمها الISP Internet Service Provider مقدمي الخدمة والكابلات والكمبيوترات، ده كله مع بعضه كده اسمه الإنترنت. وده من أحد المفاهيم الناس كتير ما بتقدرش تفرّق ما بينها. في فرق يا جماعة ما بين الإنترنت
وما بين الورلد وايد ويب. لما تكتب www تبدا تخش على ويب سايت، انت كده موجود على الورلد وايد ويب. اما الانترنت نفسه، فالانترنت دوت هو عباره عن الاجزاء الملموسه اللي مكونه الشبكه اللي على مستوى العالم ده كله. يعني الانترنت ده عباره عن اجهزه الكمبيوتر والسويتشات والراوترات والكابلات اللي متوصله بعضها لحد ما توصل بالشكل ده. فده الانترنت. ده مفهوم الانترنت اللي هو ببساطه واختصار مجموعه من الانترنت سيرفيس بروفايدرز، مجموعه موجوده في مجموعه من الدول، مصر، السعوديه، ايطاليا، كلها في شركه مقدم خدمه. كل الشركات دي كلها مرتبطه ببعضها. عشان كده انا لما اجي اعمل ويب سايت بروح احطه على حاجه اسمها سيرفر اللي هنتكلم عنه كمان شويه، والسيرفر ده بيكون موجود في حاجه اسمها مركز بيانات. بروح احط لما انا اعمل مثلا موقع زي فيسبوك او زي تويتر اتسترا، بروح احطه على السيرفر اللي هو الخادم. والسيرفر دوت بيكون عباره عن جزء من مكان كبير اسمه داتا سنتر او مركز البيانات. داتا سنتر او مركز البيانات. هتبقى الصوره ببساطه واختصار ان في هنا يا مستر دي ان. ليا سؤال بس بسيط، هو في حد اتفضل. يقدر يعمل سيرفرات؟ حد يقدر يعمل ايه؟ سيرفر مثلا لو معايا مثلا كمبيوتر قديم، حد يقدر يعمل سيرفر بمعنى صح؟ طبعا. ببساطه خالص الكمبيوتر القديم اللي معاك ده، بدل ما انت بتنزل عليه الويندوز كاوبريتنج سيستم، هتنزل عليه حاجه اسمها الويندوز سيرفر. هتنزل عليه الويندوز سيرفر وبعد كده تنزل عليه التطبيق بتاعك، فانت كده ببساطه خالص عملت سيرفر. واي حد عاوز يخش على التطبيق بتاعك، طبعا انت تعمل هوست للسيرفر دوت على دومين يبقى اسمه مثلا www.yasin.com، واي حد يضغط على اللينك دوت يروح على الجهاز بتاعك اللي انت عامله سيرفر. بس لو كان السيرفر دوت بطيء وجهاز قديم، لو كذا حد دخل عليه في نفس الوقت، الكلام ده هيسبب لك مشاكل. او تعتمد برضك على صورة النت؟ معتمده على سرعه النت ومعتمده على قوه السيرفر نفسه. يعني بمعنى معتمده. اصح السيرفرات دي كمبيوترات كبيرة عند الناس، مثلا عند مركز المعلومات دي، هم ايه بيكونوا حاطين عليها داتا الناس اللي بتدفع لها فلوس عليها يعني. بيرفكت. 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 تفسيرك صحيح جدا 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 جدا. السيرفر عباره عن، انا عندي داتا سنتر. الداتا سنتر دوت موجود عليه سيرفر اللي هو عباره عن جهاز كمبيوتر بيسموه باورفول كمبيوتر. جهاز كمبيوتر عملاق. المساحه بتاعته بتكون بالتيرا والرامات بتاعته بتكون عدد كبير من الجيجا. وانت من جهاز الكمبيوتر بتاعك بتكونكت على السيرفر اللي موجود على الداتا سنتر ده. ان انت تبعت ريكوست ويجي لك ريسبونس، طبعا دي متوقفه على سرعه الانترنت. وفي نفس الوقت لما انا وانت واياد ومحمد وحسام واحمد، لما 100,000 واحد يبعتوا ريكوستات او طلبات في نفس الوقت، لو البروسيسور او لو السيرفر ده مش قوي، هيرد مثلا على واحد واثنين ويتاخر على الثالث ويتاخر على الرابع. عشان كده السيرفرات دي اصلا بتكون قويه جدا، بيكون جهاز كمبيوتر عملاق موجود في الداتا سنتر ديت اللي انت بتقدر توصل لها من خلال الانترنت. يبقى احنا اتكلمنا اول حاجه على الانترنت. الانترنت هو عباره عن اجهزه الكمبيوتر والسيرفرات والكابلات والراوترات، دي كلها هي شبكه الانترنت. طيب انا علشان اعمل تطبيق او اعمل ويب سايت لمدرسه صيدليه ليه الكلام ده كله، انا بروح اعمل له هوست على حاجه اسمها السيرفر. السيرفر ده بيكون موجود في الداتا سنتر. انا بحط البرنامج بتاعي على السيرفر ده وبيطلع له اسم وليكن مثلا www.برمجه-بكالوريا.com. اي حد، اي حد من البراوزر بتاعه او من المتصفح بتاعه يقدر يكتب الرابط ده في المتصفح بتاعه، هيجي ريكوست للسيرفر ده. الريكوست دوت او الطلب دوت متوقف على طبعا سرعه الانترنت، عشان الريكوست والريسبونس اللي هترجع لك تعرف تظهرها عندك في البراوزر، ومتوقف على ان السيرفر ده يكون قادر يعامل او قادر يحل اكتر من عمليه اوبريشن في نفس الوقت. فدي فكره السيرفر. حتى المبدا ده بيسموه كلاينت سيرفر، لان انت في الحاله ديت انت لو انت اللي موجود هنا وبتفتح الموقع دوت من البراوزر، فانت كده كلاينت، انت كده عميل، وانت محتاج خدمه من السيرفر، فيسموه الكلاينت سيرفر. الكلاينت سيرفر ده عباره عن ايه؟ الكلاينت بيبعت ريكوست للسيرفر، والسيرفر بيرد على الكلاينت بالريسبونس اللي
الكلاينت عاوز السيرفيس دي. فده الانترنت من فوق خالص. ولما ابدا اقول الانترنت هو عباره عن الفيزيكال او الاجزاء الملموسه اللي موجوده، اللي هي الكمبيوترات وسويتشات وراوترات وكابلات كبيره وحاجه اسمها اي اس بي، انترنت سيرفيس بروفايدر، او الشركات زي الشركات مقدمي الخدمات. ده الانترنت. لكن الورلد وايد ويب، الورلد وايد ويب او اللي احنا بنقول عليها الشبكه العنكبوتيه، ديت عباره عن التطبيقات والسوفت وير اللي موجود على السيرفرات اللي هوستد على الاوبريتنج سيستم في الداتا سنترز. يعني عاوزين نطلع من الحته ديت ان احنا عندنا في فرق ما بين الانترنت والورلد وايد ويب. الانترنت هو الجزء الملموس من الشبكه اللي انا احتجت اعمل انترنت ليه؟ احتجت اعمل انترنت عشان ببساطه خالص انا عندي شويه داتا موجودين في مكان، عاوز اشير الداتا ديت مع ناس موجوده في مكان تاني. فانا احتجت ان انا كونكت الكمبيوترات والاجهزه ديت ببعضها. وعلى فكره لو حد فيكم حب يقرا في تاريخ الانترنت، الانترنت ما بداش بالصوره اللي احنا موجودين عليها حاليا. ده بدا على نطاق صغير، يعني كل اربع خمس عمارات جنب بعض ليهم شبكه لوحدهم، يقدروا يشيروا الحاجه مع بعض ويبعتوا الحاجه لبعض. بعد كده بدأ الموضوع يكبر ويكبر ويبقى ما بين المدن وما بين الدول لحد ما بقى حاليا موجود ما بين القارات. وبالمناسبه في النظام الحديث ما بقوش يستخدموا كابلات، بقوا يعتمدوا اكبر على ايه؟ الاقمار الصناعيه في نقل البيانات بدل ما بيعتمدوا على الكابلات. فانا حبيت اوضح في البوينت ده تحديدا الانترنت، شكل الانترنت بيتكون من ايه؟ الانترنت. وحبيت اكون تحديدا او اكلمكم على الورلد ويب، وورلد وايد ويب، اللي هي عباره عن مجموعه البرامج والسوفت وير والتطبيقات اللي انا هعمل لها هوستنج على الانترنت ده.